بسم الله. قلت بسوي اليوم لقيمات. فالمكونات مثل ما انتم شايفين، والمكونات بدقة في الصورة التالية. أول خطوة نأخذ قليلا من الطحين، كأسا من الطحين، وملعقة صغيرة من السكر والملح، ملح ربع ملعقة صغيرة. بعد ذلك نأخذ ملعقة ونصف من الحليب البودرة، وملعقة من النشا الأبيض. طبعا هذه أول مرة أستخدم النشا، ولا أدري وش بالضبط، لكني أعرف إنه ينحط مع الطحين. أنا ما أعرف والله النشا حق الثياب. وبعدين نأخذ الخميرة وملعقة من الخميرة، ونحركها هكذا قبل أن نسكب الماء الدافئ. بعد أن خلطناها مع بعضها البعض، نقوم بسكب كوبا من الماء هكذا، ونقوم بفعل هذه الحركة حتى تصبح عجينة، ثم حتى تصبح هكذا. أعتقد تصير كذا، ما أدري هل تصير أثقل من كذا، لكن لا أعلم. ونتركها ونغطيها حتى تختمر لمدة ساعة، ونعود إليكم من جديد. بعد ذلك نقوم بهذا، نسوي الشيرة أو بما تسمى الأطر بالسوري، وهي عبارة عن ماء وسكر وفي إضافات ثانية، بس والله ما فاضي زينا ولا هي عندي، اللي هو ماء ورد، مدري ماء زهر وليمون، فما يحتاج ماء وسكر فقط. وندعها على القز إلى أن تغلي ويتبخر الماء ويتبخر حتى تبقى الماء ثقيل مع السكر، وهذه هي القطر وبس. وها هي شرفت على النهاية. نتركها قليلا، وها هي انتهت، ونطفئ عنها النار ونتركها على جنب إلى أن نحترق. بعد ذلك نشعل الموقد ونترك الزيت حتى يغلي، يصل إلى درجة الغليان، ثم نبدأ بوضع اللقيمات. بعد ساعة نخرجها. يا سلام. طبعا هذه أول مرة ألقم صراحة، ما أدري وش الطريقة بالضبط، لكن احتمال زيت، لكن اللي أعرفه أني أسوي كذا، أبلل يدي بالماء حتى لا تلتصق. أذكر أمي كانت تأخذ هكذا تقول بزت ويسقط، يا إلهي. ونجرب. إنها سائلة جدا، لا أعلم هل ستضبط أم لا، لكن والله ما راح تضبط، لكن شوي وبرجع. صراحة مشكلتها أنها سائلة جدا، يعني ما راح تضبط. بحاول أحط بعض الطحين حتى تصبح ثخينة، ولقد وضعت بعض الطحين، كود أنها زانت إن شاء الله، والله أشك، لكن نجرب. ما يلا، بسم الله. أوف، لا إله إلا الله، من هذه الأشياء الغريبة التي حدثت. نكمل. كائنات فضائية صراحة. زيته ساخن صراحة، ما أدري وش صار. ما شاء الله تبارك الرحمن. سوف نضعها في الصحن حتى نأخذ الباقي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما عليكم من الشكل، أهم شيء الجوهر، مع أن أنا متأكد لا شكل ولا جوهر. بصراحة الباقي هذا ما أدري شو أسوي به، قلت خلني أحطه مرة واحدة أشوف شو يصير. تطلع لقيمة ضخمة، إنها بدأت تطفو أسهل كذا صراحة من الكور.
ونشعل الموقد قليلا. أنا وش اللي خلاني أسوي هالأشياء؟ أنا بس راعي كبسات فقط. بعدين نقلبها. أظنها لا تصلح للأكل لأنها مشبعة بالزيت. بشوف شو يصير في النهاية. وهذه وش بعد. ويفضل أن تأكلها مع القهوة العربية. ونشوف أنا بسم الله ما شاء الله. وهذا لي الحلوات. ها هي الجيمات خلصت. طبعا ثقيلة جدا من الزيت التي امتصت، لكن لا يهم، نحطها هنا والحمد لله. وبعد ذلك نأخذ القطر أو كما يسميه البعض الشيرة ونسويها كذا. وها هي كما تشاهدون نسكب القهوة. أوه نسيت أحط ليف. أشياء ضخمة الصراحة. ونجرب أول قطعة وننظر. لذيذة، بس مشكلتها هي الظاهر لما خلاها تتشكل دوائر من الماء زيادة، يعني بخفف الماء تطلع لذيذة. شكلها غريب جدا مثل البطة. بطة. إنها مليئة بالزيت، تصلح للأطفال لأنها كلها أشكال، كل شكل يختلف عن الثاني. وبالهناء والشفاء وشكرا.